لعيب. اولا عايز افكرك ان انت اول هدف ليك لو تفتكر امام المصري موسم 2010 2011. النهارده يعني انت طالع متضايق ومتنرفز والكاميرا كانت معاك والى اخره، حابب تقول ايه يا محمد؟ بص يا كابتن، بس انا هتكلم في نقطه صغيره. حته اللي انا ارمي التيشيرت، لا ما اقدرش ارمي التيشيرت نادي الزمالك، لان نادي الزمالك نادي كبير وانا حاجه بتمثل نادي الزمالك. فنادي الزمالك ده كيان كبير، محدش يقدر انه يرمي التيشيرت بتاعه ولا حد يقدر يعمل اي حركه من الحركات دي. تمام؟ دي حاجه انتهينا منها. الحاجه الثانيه يا كابتن، اللي خرجنا عن شعوري، اكيد انا مش عاوز بس اتكلم عن حاجه معينه، لا انا عمري ما اتكلمت على حاجه زي دي، بس لازم لما توصل لدرجه اللي احنا نبقى في الشوط الثاني وراكبين الماتش وفي لعيب ممكن ينطرد وممكن يقلب الماتش والحكم يتغاضى عن حاجه زي دي، فدي حاجه بتبقى صعبه في الماتشات زي دي. اكيد حضرتك شفتوا الكلام ده كله في الشوط الثاني بتاع الدومينيك، مش محتاج كلام، طرد. والشوط الاول بتاعت عمر جابر برضه مش محتاج كلام، طرد برضه. محمد ابراهيم. نعم يا كابتن، نعم يا كابتن. انا حسن شحاته محمد ابراهيم. اتفضل يا كابتن. طبعا انا مش هكلمك في حاجه خالص دلوقتي عشان عارف انا هقول لك ايه. كويس؟ اتفضل يا كابتن. انت دلوقتي انت مالكش دعوه بالحكم. لا انا ماليش دعوه محمد ابراهيم. محمد ابراهيم كابتن. احنا طول عمرنا بنتكلم بنقول ايه يا محمد ابراهيم؟ طول عمرنا بنتكلم خليك لاعب بس. انا لاعب بس. ما هو ده فعلا انا لاعب بس. انا مش حكم وتبقى جمهور وتبقى انا يا كابتن، انا مش حكم ولا جمهور يا كابتن، انا مش حكم ولا جمهور. محمد انت اللي بتنرفز نفسك بنفسك يا محمد. انا مش يا كابتن بعد اذن حضرتك. كابتن بعد اذن حضرتك. خد من اخوك الكبير، خد من اخوك الكبير. طبعا ده شرف خد من اخوك الكبير. اسمع الكلام. ما بص برضه خارج برضه بتشوط الارض وممكن تكون انت حاسس انك اتظلمت في الكرة دي يا محمد؟ مثلا اتكلم على الظلم دلوقتي يا كابتن. طب نسمع وجهه نظرك يا كابتن. اتفضل يا كابتن. انا معاه يا كابتن، حتى لو ادانا احمر مره واحده في الكره الاخيره ده انا معاه. يعني لو ادانا احمر في الكره الاخيره انا معاه فيها. مش هقدر اقول هو ظلمني في الطرد، لا الطرد صح. انا بتكلم اللي كانت اختها في الشوط الاول ده عمر جابر، دي اللي انا فيها. لكن انا عمري ما هقول هو ظلمني، لا الطرد يستحق وطرد صحيح، طرد اللي مليون في المية كمان. بس كانت في زي في الشوط الاول، ده اللي بتكلم فيه. ما هو لازم الحكم بيقيم دي زي دي. حضرتك اكيد انت شفت احسن مننا انت شفت في الاستوديو، شفت احسن مننا. احنا في الملعب ممكن يكون فاتنا حاجات، بس انت اكيد شفت احسن مننا. فهي دي النقطه اللي بتكلم فيها. انا بس حبيت اعمل مداخله يا كابتن عشان اقول لكم كيان الزمالك كيان كبير، ما اقدرش اعمل التيشيرت بتاعه. طب حاجة أخيرة يا محمد. أولا كويس، برافو عليك إن أنت وضحت مهم قوي. يعني محمد ابراهيم بيقطع إن هو ما حصلش عشان مجدي الشربيني قال لك إنه كان هيقلع ومش عارف مين مسكه. طيب بس سؤال يا محمد أخير. اتفضل. يعني وأنت طالع يا محمد، أكيد أنت بخبرتك لعبت كتير قوي. كلامك الكاميرات واضحة وجايباك بوضوح. يعني مش آن الأوان إن إحنا نتعلم من المواقف دي يا محمد؟ بص يا كابتن اقول لحضرتك حاجه. لو كان حصل اي حاجه مني، بتبقى حاجه خارجه عن ارادتي وحاجه خارجه عن شعوري في وقت زي ده، بتبقى حاجه خارجه عن شعور اي حد بيبقى في وقت هو مش عارف اقول ايه. فلو كان حصل مني حاجه وحد شافها فانا بتاسف لاي حد. لكن اي حاجه بتحصل بتبقى خارجه عن شعور البني ادم. وهرجع اقول لحضرتك تاني، لو كان حصل برضه مني اي حاجه انا بتاسف لاي حد كان بيتفرج على قدام الشاشه. كلام جميل يا محمد، كلام جميل. وعايز يقول انه رد فعل. طيب كابتن ميدو قال لكم ايه في اوضه اللبس يا محمد بعد الماتش؟ والله يا كابتن اتكلم معانا، وان شاء الله عندنا ماتش بعد 4 ايام ان شاء الله نركز فيه وربنا يكرمنا ان شاء الله الماتش الجاي. يلا بالتوفيق يا محمد، والماتش الجاي بتاع افريقيا تكسبوه هناك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا يا محمد، اشكرك حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا. يعني عايز اقول حاجه قبل ما اكمل كلامك. اتفضل يا كابتن.